السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة كيك الميكروويف. طريقته سهلة وبسيطة جدا وتغيير لو احنا ولادنا عايزين حاجة حلوة سريعة وبسيطة. زي ما انتم شايفين كده هجيب بولة هضيف فيها حوالي معلقتين من الدقيق، اي نوع دقيق عندنا. طبعا انا كنت عاملة كمية اكبر بس انا دي بقول لكم مقدار واحد، ومعلقة سكر، يعني معلقتين دقيق معلقة سكر، معلقة كاكاو خام، اللي هو الكاكاو الاسباني او كاكاو خام غامق من دون سكر، او ممكن بالسكر برضو. وهضيف كمان رشة من النسكافيه سريع الذوبان اللي هو الجولد او اي نوع نسكافيه، بس انا بحب الجولد. عايزه اقول لكم ان هي سهله جدا. بنعملها ممكن نضيف فيها حليب بودر، ممكن نعملها بميه سخنه عادي. دي نص معلقه من البيكنج باودر. مقاديرها سهله. طبعا هنضيف معلقتين من الزيت او السمنه. طبعا انا ضفت سمنه او زبده زي ما نحب خالص. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. طبعا هبدأ بقى انزل المية السخنة كده زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ان انا عاملة مقدار مجين مش مج واحد. هدخلهم الميكروويف، وعايزة اقول لكم طعمها تحفة جدا. ممكن نضيف فيها شوكولاتة شيبس، ممكن نضيف قطع من شوكولاتة دارك، اي نوع شوكولاتة زي ما نحب. عايزة اقول لكم خدت دقيقة ونص بالظبط. جبت قوالب بقى ادخلها الميكروويف كده ودهنتها زبدة، وهنزل فيهم الخليط زي ما انتم شايفين بس كده. وهبدأ بقى ان انا ادخلها الميكرويف. ادخلها بقى الميكرويف. يا ريت لو شفتوها تجربوها بالطريقة دي، سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله تعجبوا. زي ما انتم شايفين كده انا كنت عملت حوالي 3 دقايق ونص. عايزه اقول لكم ان هي خدت دقيقة ونص بالظبط. وطبعا انا حبيت ان انا اخليها كده طرية من النص كده تبقى زي المولتن كيك. سهلة. هطلعها كده، لو حابين ننشفها اكتر هنزود 30 ثانية كمان. وبس كده. زي ما انتم شايفين اهو، سهلة جدا وبسيطة. انا ضفت معلقة نوتيلا على المج